اهلا بيكم في قناه موفي كينج. ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الملخصات الجديده. فيلمنا بيبدا بلعبه جديده عباره عن روبوت اسمها بيدز، وان اللعبه دي مصممه علشان تعوض الاطفال عن فقدان اصحابهم او حيواناتهم الاليفه. وبعدها بنشوف الطفله كادي وهي مع اهلها في العربيه وبتلعب ببيدز ومش مهتمه باللي بيقولوه، وساعتها امها بتتضايق وبتطلب منها تركز معاهم شويه والا هترمي اللعبه. بس ابوها كان شايف ان ده احسن ليهم علشان يركزوا في الطريق، لكن بسبب العاصفه الثلجيه اللي بتزيد بيقرروا يوقفوا ويرجعوا. بس للاسف بيعملوا حادثه وكلهم بيموتوا ما عدا كادي اللي بيتكتب لها عمر جديد. وبعدها بنشوف جيما خالتها واللي بتشتغل في شركه روبوتات واللي بتصنع العاب بيدز، وبتحاول هي وفريقها انهم يعملوا روبوت متطور وبيحطوا له وش جلد وبيحاولوا يختبروا درجه استيعابه. بس ساعتها بيدخل المدير ديفيد وبيتخانق معاهم لانهم المفروض شغالين على نسخه بيدز المتطور. فبتحاول جيما تشرح له ان المشروع ده هيدخله فلوس اكتر بكتير، بس قبل ما بتكمل كلامها راس الروبوت بتنفجر، فبيطلب منهم ما يعملوش كده تاني نهائي. وبعد لحظات بتتصل الشرطه بجيما وبتعرفها اللي حصل، فبتروح للمستشفى وبتكون هي الوصيه على كادي، وبيروحوا ياخدوا حاجات كادي من بيتها وبيروحوا البيت جيما. ولما بيدخلوا البيت بيظهر انها بتستعمل الروبوتات والذكاء الاصطناعي في بيتها، وبتكون جيما مش عارفه تتعامل نهائي مع كادي، وبتقول لصاحبتها انها مش عاوزاها تفضل. وساعتها بتيجي الاخصائيه النفسيه ليديا علشان تتاكد ان كادي كويسه وبتمضي جيما على الوصايه النهائيه. ولما بتقعد مع كادي شويه بتحسها مش مبسوطه، فبتنصح جيما انها تقرب من كادي اكتر من كده. وبالليل بتقعد جيما تشتغل على تطوير لعبه بيدز، وبتجيلها كادي لانها مش عارفه تنام، وبتشوف رسمه البيدز وبتفتكر لعبتها وبتزعل. لكن بتشوف روبوت كبير في الاوضه وبتسال جيما عنه، فبتقول لها انه كان مشروع تخرجها واسمه بروس، وبتشغله وبتخليه يسلم على كادي. فبتضحك كادي لاول مره من وقت الحادثه، وده بيفرح جيما جدا. وبتقول لها كادي انها نفسها في واحد زيه ومش هتكون محتاجه اي حاجه تاني. فبتلمع الفكره في دماغ جيما، وبتفضل هي وفريقها يطوروا في الروبوت اللي كانوا بيعملوه، وبيزودوه بالذكاء الاصطناعي علشان يتعلم مع نفسه، بيسموه ميجان. وبعدها بيجيبوا المدير علشان يوروه التجربه، وبتدخل جيما مع كادي للاوضه اللي فيها ميجان، وبتخلي كادي اول واحده تلمسها علشان تكون هي المسؤوله عنها. وبتقعد ميجان ترسم في كادي، وديفيد ما بيصدقش التطور اللي هي فيه، وبيقول لهم انهم لازم يعرضوها للمستثمرين بسرعه. وبعدها بتروح ميجان مع جيما وكادي للبيت، وبتكون ميجان مع كادي في كل حته وبتساعد كادي وبتعلمها الصح من الغلط، وبتقرب منها اكتر واكتر. وبتفضل جيما تكتب التقارير عن مميزات ميجان، وان جسمها صلب جدا ومصنوع من التيتانيوم، وكمان مزوده بذكاء اصطناعي متطور هيساعدها تطور من نفسها عن طريق المعلومات الكتير اللي تقدر تخزنها. وبتبعد جيما اكتر عن كادي لانها كانت مهتمه بس بشغلها، وشايفه ان ميجان سدت الفراغ وبتعمل كل اللي المفروض هي كانت تعمله. وفي الشغل بتقول جيما لفريقها على اللي بتعمله ميجان وقد ايه كادي مبسوطه، بس صاحبتها تيس ما بيعجبهاش الكلام ده، وبتقول لها المفروض تعمل دورها وتهتم بكادي. وبتتدخل ميجان اللي كانت بتتجسس عليهم وما كانتش في وضعيه السكون في كلامهم، فبتزعل لها جيما وبتقول لها ما تتدخلش في اي حاجه تاني، هي مهمتها بس تاخد بالها من كادي، وبتأمرها ترجع لوضعيه السكون. فبتقول لها انها تنفذ الامر بس لانها اللي صممتها مش اكتر، وكلهم بيتصدموا من كلامها. وتاني يوم بتكون كادي بتلعب وميجان بتراقبها، وبعدها بتطلب منها كادي تدور على السهم بتاعها، فبتعرف انه وقع عند جارتها وبتروح ميجان تجيبه. بس الكلب بتاع جارتهم بيهجم على ميجان وبيبهدلها، فبتحاول كادي تساعدها بس بيعضها، فبتصرخ بصوت عالي. فبتوصل جيما بسرعه وبتنقذها، وبعدها بتقول لها ميجان انها كويسه ويا ريت تساعد كادي احسن. وبالليل بتقرر ميجان انها تنتقم من الكلب لانه اذى كادي، وبتروح لسور جارتهم وبتقلد صوتها، فبيروح لها الكلب فبتمسكه ميجان وبتخلص عليه. وتاني يوم بتصحى جيما على صوت جارتها وهي بتدور على الكلب بتاعها بس ما بتلاقيهوش. وبعدها بتروح جيما تصحي كادي وبتطمن عليها، بس بترد ميجان على كل سؤال بدلها، وبتعرف كادي ان اليوم ده هو ميعاد العرض التمثيلي اللي هتعمله مع ميجان قدام المستثمرين. وبتسالها جيما لو ما كانتش مستعده ممكن ياجله، بس كادي بتقول لها انها بقت احسن وهتعمل العرض. وفي وقت العرض بتعيط كادي بجد، فبتسالها ميجان هي بتعيط ليه، فبتعرفها ان كل يوم بتفتكر اللي حصل في الحادثه. فبتقرب منها ميجان وبتهديها وبتواسيها، وبتعرفها انها هتكون جنبها دايما. فبتفرح كادي وبتحضن ميجان، وساعتها كل الموجودين بيسقفوا لهم. لكن بتقلق جيما لان مش هو ده العرض اللي اتفقت عليه معاهم، وبيطلب منهم المستثمر انهم يبداوا ينفذوا المشروع فورا قبل ما حد يسرقه. وفعلا بنشوف مساعد ديفيد وهو بيسرق ملفات المشروع من اللاب بتاعه. ولما بيرجعوا البيت بتحاول جيما انها تتواصل مع كادي، بس هي ما كانتش مهتمه اصلا باللي بتقوله ومركزه مع ميجان. فجيما بتؤمر ميجان انها تدخل وضع السكون، وبتطلب من كادي تتكلم معاها، فبترد عليها انها مش عاوزه تتكلم معاها اصلا، وبتشغل ميجان. وتاني يوم بتكون الاخصائيه النفسيه مع كادي وبتتكلم معاها شويه عن الحادثه، فبتعيط وفجاه بتظهر وراها ميجان وبتسالها هي زعلتها ليه، فبترد عليها انها ما كانتش تقصد. وبتسيبهم وبتروح لجيما وبتقول لها ان اللي عملته غلط، لان المفروض كادي لما خرجت من الحادثه كانت تتعلق بيها هي مش ميجان. وللاسف كادي نسيت اصلا ان ميجان روبوت وبتعاملها على انها انسانه بجد.
وبتنصح جيما انها تنقذ كادي من اللي بيحصل. وعلى الغدا بتقول جيما لكادي انها حجزت لها في مخيم علشان تتعرف على الناس ويبقى ليها اصحاب، لكن كادي بتقول لها انها مش عاوزه حد غير ميجان وبتسيب الاكل. فبتمسكها جيما علشان تسمع كلامها، فبتلعب ميجان في انوار البيت، فبتأمرها جيما تطفي، فبتمثل انها اتطفت لكنها كانت شغاله عادي. وتاني يوم بيروحوا للمخيم وبترفض كادي تنزل من غير ميجان، وبتيجي المسؤوله وبتقول لهم انها ممكن تحطها في قسم الالعاب وتقدر تلعب معاها بعد كده في البريك. وبيتجمع الاطفال وبتروح كادي مع طفل متنمر بيأذيها، فبتظهر ميجان قدامه فبياخدها وبيجري بيها بعيد. فبتصرخ كادي وبتلاحظ جيما ان ميجان مش موجوده، وبنشوف الطفل وهو بيطلب من ميجان تلعب معاه والا هيضربها، فبترفض فبيضربها وساعتها بتمسكه من ودانه وبتقطعها، وبتقول له انها هتربيه طالما اهله ما عرفوش يربوه. فبيخاف منها وبيطلع يجري وهي بتجري وراه بشكل مرعب، فبيقع الطفل على الطريق الرئيسي وعربيه بتخبطه وبيموت. وبتيجي الشرطه بتحقق مع كل الموجودين بس ما بتوصلش لاي حاجه. ولما بيروحوا للبيت بيلاقوا فيه ضابط بيخبط عليهم وبيعرفهم ان جارتهم بتتهمهم في خطف كلبها، فبتعرفوا جيما ان ملهمش اي دعوه بالكلب. فبتهددهم جارتهم وبتعرف ميجان انها عاوزه تاذيهم. وبالليل بتسالها كادي لو هي اللي زقت المتنمر قدام العربيه، فبترد عليها ان مهمتها حمايتها ومش هتسمح لاي حد ياذيها. ولما بتنام بنشوف جارتهم بتروح لكشك الكلب لانها بتسمع صوته، بس بتلاقيها ميجان اللي بتقول لها انها هتوديها في رحله للكلب، وبتبدا تعذبها وبعد كده بتقتلها. وتاني يوم بيروح المحقق لجيما وبيعرفها ان جارتها اتقتلت، وان دي تاني مره يحقق معاها في اسبوع، وبيعرفها ان قضيه المتنمر اتفتحت تاني لانهم لقوا ودنه مقطوعه في الغابه وده حصل قبل موته. فبتشك جيما في ميجان، وبالليل بتتاكد ان ميجان مطفيه وبتروح تشوف احداث المخيم اللي متسجله في ذاكره ميجان. بس فجاه كل الملفات بتتقفل وبتتحذف، وده لان ميجان حذفت اي دليل عليها. وفجاه بتظهر قدام جيما وبتسالها لو هي متضايقه منها، فبترد عليها انها مش متضايقه منها نهائي. فبتتكلم معاها ميجان بنبره تهديد، فبتقرب منها جيما وبتقفلها وبتغلفها بسرعه وبتحطها في العربيه. وبترجع للمختبر وبتطلب من الاخصائيه تيجي تتكلم مع كادي، وبتحكي جيما لزمايلها هي بتشك في ايه، بس محدش منهم بيصدقها. فبتقول لهم انها هتوقف المشروع، لكنهم بيتفاجئوا ان الاعلانات عن المشروع نزلت في كل الاخبار. وفي نفس الوقت بتتعصب كادي لانها عاوزه ميجان، فبتدخل جيما تهديها فبتضربها كادي بالقلم. بس جيما بتعدي الموقف وبتهدي كادي وبتعرفها انها هتكون موجوده علشانها لانها اهم حاجه في حياتها. فبتحس كادي انها خالتها لاول مره. وبعدها بيكون المدير بيحضر لحفل الافتتاح والاعلان عن الروبوت ميجان، لكن بتقرر جيما انها ما تحضرش اصلا وبتمشي مع كادي، وبتسيب ميجان لاصحابها علشان يعيدوا برمجتها. وبعدها بتركب عربيتها وبتتحرك مع كادي، وبيجي لها اتصال من تيس بتسالها هي فين. فبتستغرب جيما من السؤال بس بتقول لها انها تروح البيت. وبتكون ميجان هي اللي مسيطره على الموبايل تيس وبتتكلم، وبتلاحظ تيس المكالمه فبتفتح الجهاز علشان تشوف ذاكره ميجان، وبتتاكد انها استخدمت تليفونها وفجاه الشاشه بتقفل. فبتطلب من كول يوقف ميجان ويسحب الاسلاك منها، فبيروح يفصلها وهو خايف. وفجاه بتهجم عليه ميجان وبتحاول تخنقه بالسلك فبتنقذه تيس، بس ميجان بتشغل الغاز وبتفجر المختبر. وبتخرج وبتلاقي ديفيد واقف وبيستغرب لما بيلاقيها بترقص، بس هي بتسحب سيف وبتجري وراه فبيحاول يوصل للاسانسير، وبيقول للمساعد بتاعه ينقذه بس ميجان كانت خلصت عليه. وبعدها بتقول للمساعد انها عارفه انه سرق بياناتها وانه لازم يتعاقب وبتخلص عليه هو كمان. ولما الاسانسير بيتفتح الناس بتترعب من المنظر وبيصرخوا. وبتخرج ميجان وبتركب عربيه وبتتحرك لبيت جيما. اما جيما فكانت خايفه جدا، وثواني وبتسمع ميجان بتعزف على البيانو، وبتقول لها انها مش مصدقه ان كل ده يطلع منها وهي كانت بتثق فيها. وبتعرض عليها تهتم هي بشغلها وبس، وهي هتهتم بكادي. فبتحاول جيما انها تقفلها، بس ميجان بتمسك ايدها وبتخبطها. فبتسمع كادي الصوت وبتسالها لو في مشكله، فبتهددها ميجان انها لو قالت لها تدخل هتقتلها. فبتقول لها جيما انها بتصلح ميجان علشانها، وبتطلب منها ترجع تنام. وبعدها بتثبتها ميجان، بس جيما بترميها بالميه فبتعطل. فبتحاول جيما تهرب بس ميجان بتشتغل تاني وبتجري وراها بشكل مرعب جدا. وبتسمعهم كادي وبتروح وراهم، وبتقدر جيما تلاقي منشار كهرباء وبتنزل بيه على راس ميجان، بس المنشار بيعطل بسبب شعرها فبتضربها ميجان وبتوقعها. وفي اللحظه دي بتوصل كادي وبتحلل ميجان مشاعرها، وبتعرف انها خايفه منها. فبتحاول تقنعها انهم يخلصوا من خالتها ويهربوا مع بعض. فبتقرب منها كادي وفجاه بتشغل الروبوت بروس وبيفضل يضرب في ميجان وبيقسمها لنصين. بس بتقوم ميجان وبتهجم على كادي لانها خانتها، فبتضربها جيما وبتبعد عن كادي وبتحاول تشيل من دماغها كل اجهزه الاستشعار. فبتمسكها ميجان من رقبتها وبتحاول تقتلها. فبتمسك كادي مفك وبترشقه في ميجان وبتخلص عليها، وبيضربوا ايدهم في بعض كرمزا للانتصار. وبيخرجوا بره البيت وبيلاقوا تيس وكل لسه عايشين وجايين مع الشرطه علشان يلحقوهم. وفي نفس الوقت نظام الذكاء الاصطناعي في البيت بيشتغل لوحده. وتقريبا كده برضه ميجان لسه ما ماتتش. ودي كانت نهايه فيلمنا النهارده، وان شاء الله نتقابل مع ملخص جديد. وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الملخصات الجديده.